أمريكا ضحكت على الجزائر بسبب المغرب. أنا بقاو فيا مساكن غا الإعلام الجزائري، أنا غادي نوريكم شنو كانوا كيقولوا. قالت لك واقفه مع تبون كارولي، لا هذه المره راني زحفانه منه عمي، هذه المره راه مخسرها معانا، راني زحفانه لواحد الدرجه من عمي تبون، هذه المره راني غضبانه. توكل حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو أن الحل الوحيد الذي يحفظ مع الوجه للجميع لا غالب فيه ولا مغلوب. إننا على كامل استعداد للدخول مع المغرب في مفاوضات مباشرة. لا تحبون أن نتحدث عن الصحراء الغربية والعلاقة مع الجزائر، بس أنا بس يعني مش ممكن المغربية الصحراء المغربية ضيعنا فيها مال قارون، أموال طايلة. معليش طريقة شكري حتى الدليل. قبل أيام فقط خرج الإعلام الجزائري وكان كيقول بأن ترامب غادي يرجع في الاعتراف ديالو بمغربية الصحراء، وأن أمريكا غادي ترجع، وهذا الشيء هذا بدلائل وأن عندهم وقال لك السيدي هاد المجيه اللي جا عندهم المستشار ديال ترامب واللي خدا فيها بزاف ديال القرارات وديال الاتفاقيات والمناجم، عقلوا على هاد المناجم حيت رجعوا لهم في الاخر. شفت واحد الفيديو ديال واحد جوج الافارقه دايرين فيديو على سعيد شنقريحه رئيس الاركان الجزائريه وتيموتوا بالضحك. في الاول ما فهمتش، عاودت الفيديو شي 3 المرات وعاد فهمت. هذا ضابط غا من الفوق. ضابط من الفوق والسي في من التحت. وهناك وزيرة البيئة والطاقات المتجددة تعلنها صراحة في ندوة صحفية أنها منذ أن أغلق أنبوب الغاز عن الغاز الجزائري الآن هناك مصانع أغلقت، مصانع فيها 3000 4000 2000 عامل أغلقت المصانع لأنه ما كانش الغاز، إذا راهم يعيشوا أزمة. والناس نايضه دابا قال لك ما بقاش عندنا السياده. هادشي كامل خرج الاعلام الجزائري وقال بان جلاله الملك فاش هضر معاهم على ود اليد الممدوده وحفظ ماء الوجه، قال لك سيدي هادشي كامل موجه للمغرب، حيت المغرب اللي قال لك فقد ماء الوجه، وقريبا غادي نسمعوا بان الاعتراف ما بقاش واحد الفيلم هندي. شو علاش كنقول لكم المغاربه والهيبه اللي عاطيهم مولانا، الهيبه المواقف في الوزن. 4 ديال المغاربه كانوا مشدودين في مالي، كانوا تشدوا بالمناسبه في الحدود ديال ما بين بوركينا فاسو والنيجر، ودازوا البارح في التلفازه الماليه. 4 ديال المغاربه مبروك عليهم الشيافر تما. اعلنت الحكومه الماليه عن تحريرهم، شحال هما تابعينهم. قلت لكم شوفوا علاش كيبين لك هنا الوزن اللي عند المغرب. سمع الاعلام الجزائري شنو كان كيقول. هذه راه غا واحد 3 ايام دابا. اسمع وجه محمد سادس لان هناك حسب تحديدي وحسب الدليل على هذا الملف هناك طبخه طبخت او تطبخ الان في حسب ربما في الولايات المتحده. والولايات المتحده ترامب هو الذي كان قد اعطى اعتراف بمغربيه بالنسبه لمغربيه الصحراء، لكن هذا الكلام هذا يدل على ان ما قام به ترامب في 2020 ينسى ملغى، وبالتالي هناك طبخه طبخت في الولايات المتحده لان الولايات المتحده الان تعيد تنظيم اوراقها الاقتصاديه في ايران. مساكن مثلا الجزائر سميناها الدوله المغربيه، كان كل شيء احنا اولى بهذا الاسم لانه احنا اكبر منهم في الجغرافيا. احنا الجزائر المغرب الاوسط اكبر من المغرب الادنى واكبر من المغرب الاقصى في المساحه. المغرب الاوسط اللي هو احنا نعم. هما يقولوا بلي هما اقدم منا في التاريخ ويتكلموا على 12 قرن. قضيه 12 قرن هذه لو فسرتها لي يا دكتور والله عندك مني كسمه يعني. والله ما نعرف عليه اختاروا 12 فقط. لا 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 لا. نحن كجزائر ندري اننا تاريخنا الموثق بالحاكم والعاصمه والدوله يرجع الى 23 قرن. المغاربه علاش واعرين؟ لانهم كيديروا التعاون الاستخباراتي مع الدول ديال افريقيا. الهيبه
المغاربه علاش واعرين؟ حيت كاينه اليقظه ديال الاجهزه الامنيه. اليوم كنهضروا على لاجيت مثلا، ها هما لاجيت بتعاون مع الوكاله ديال الامن القومي في مالي تمكنوا من تحرير 4 ديال المغاربه. مساكن اش غادي دير؟ اللي كاين دابا هو ان الاعلام الجزائري والجزائر مصدومه بهذا اعاده او تجديد الاعتراف بمغربيه الصحراء. والمشكله اللي كاينه هو ان الجزائر فقدت واحد الحاجه، ولكن مازال ما تصادقش القرار. قال لك في 16 في هذا الشهر هذا غادي يصادقوا على القرار ديال المناجم وديال التنقيب في الجزائر، وغادي يعطيو الشركات المستثمره. هذا راه ضابط ديال الناس. شراو ليهم غير فيستا، شراو ليهم غير فوق العام الجاي. شراو رب العالي. المشكل هي اول مره تنشوفوا ضباط اوفيسيال لابسين الاديداس البدله اوفيسيال. وكنا شفنا بان السفير ديال امريكا الجزائري ديال امريكا كان قال لهم بان اجيو خذوا اللي بغيتوا. هادشي هذا مقابل يحيدوا الاعتراف بالمغربيه الصحراء. ها هما دابا غادي يديروا على قرار ديال 80% للمستثمر الاجنبي، وتبقى غير 21% ديال شكون؟ ديال الدوله الجزائريه. وكانت شي بلاد اخرى كنا سمحوا فيهم، ولكن المغاربه ما كيسمحوش في بعضياتهم. هما دازوا البارح في مالي، مبروك عليهم، تحرروا. كنشدهم واحد هذاك التنظيم اللي عارفين نتوما على بالي وبالكم، وهذوكم معروفين بالابتزاز، معروفين بزاف ديال الحويجات، ولكن المخزن يا اخو المخزن. وبهذا الشيء هذا خرجوا البرلمانيين كيقول لك اش هاد السياده هذه ما بقات لا سياده لا والو، بحال كتفرطوا في السياده ديال الجزائر على التراب ديالها، وغادي يوليو يجيو يديو داكشي اللي بغاو 80% والدوله عندها 20%. شنو المقابل؟ المقابل هو ان ترامب راه غادي يحيد اعتراف ديالو بمغربيه الصحراء. غتربحوا او شنو ربحتوا من القضيه الصحراويه؟ ما ربحتوا حتى شي حاجه. وبوريطا مول المقص كل سيمانه كيعطي التبون واش نقريحه الترفيقه جديده، كل مره كيزيد الاقتراب لطي ملف الصحراء المغربيه. والترفيقه جات ورساله من ترامب يجدد فيها الاعتراف بمغربيه الصحراء. شكون تصيد؟ شكون مشى ليه عاوتاني من غير الغاز والبترول؟ ها هما الثروات ديال الجزائر مشاو، والاعتراف ها هو كاين، والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. الله يشد روحكم مليح. ما فعلناه اليوم هو إطلاق أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40,000 طن. لقد صنعنا المعجزة هنا في المغرب. أشكر المملكة المغربية التي وفرت لنا بيئة مشجعة لتسريع هذا العمل. بالنسبة لنا هذا المشروع عنده واحد الصبغة خاصة، فهذا المصنع اللي نشأته المجموعة العالمية ZF اللي كتعتبر اليوم ثالث مجموعة عالمية في تصنيع أجزاء السيارات. تم اليوم تدشين رسمي لوحدة صناعية تابعة للمجموعة السويدية اسكايف، وهي مجموعة رائدة في مجال المحامل المغناطيسية النشطة والمحركات الكهربائية. كيفاه الجزائري ولا يجري دلاعة يفرح. بدلتونا. اليوم تم إطلاق أشغال ديال مصنع بنتلير. بنتلير هي شركة عالمية من أصل ألماني اللي كتصنع في أكثر من 24 دولة. شوفوا الضابط ضارب 3 بونط. واش القريحة ضارب 2 بونط. الارمي الجزائريه سمعوني بزاف سي اديداس اول مره تنشوفها. تبارك الله عليكم وتحيه لخوتنا الجزائريين. احنا هي محرشين كيما نقولوا، هي مقصرين بلا سبه بلا صياح.